السلام عليكم يا صقارين، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده يوم جديد ونزلنا ارض التدريب، بس النهارده نزلنا بدري شويه. فزي ما انتم شايفين كده العمده مهدي قاعد باعصار بعد ما حميناها، وشويه ان شاء الله مجرد ما الشمس تكسر كده هنشمسها شويه، وبعدين هنبدا نطلع الجبل عشان ندرب هناك. ودلوقتي موقفين اعصار في الشمس بحيث ان هي تتشمس عشان الريش ينشف قبل ما نبدا التدريب. على كورة. ودلوقتي يا جماعه وصلنا ارض التدريب وهنفك اعصار، وزي ما انتم شايفين كده مفيش اي حاجه في رجلها، الحبل موجود، الحبل مفكوك خالص اهو. وطبعا هي المفروض ان هي تروح على التبه دي، وبعدين احنا هنطلع الجبل فوق خالص ونشوف الدنيا فيها ايه. فكها كده يا مادي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توكلنا على الله. لسه طبعا بتستكشف المكان اهو. مشى طيب عشان استنى مشى. لا هي استنى هي هتطلع دلوقتي، ولا اقول لك امسك كده. ماشي، امسك الكاميرا، ما تعملش زوم بقى خالص. ماشي. صورها بقى. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه وصلت للتبه، هنطلع احنا الجبل وبعدين نبدا التدريب. هندعي دعوه بس من على الارض وبعدين هنطلع فوق، تمام؟ شيل الشنطه. هنطلع فوق خالص وهنصور بقى، يمكن تحول في الجو ده. افصل. الله ينور عليك، متفصلش. استنى بقى لما نطلع بعدين نطلع على فوق. استنى عشان الصورة وحشة. اطلع بس عشان الضوء بس. ايوه بدأت تظبط الكاميرا اهي. تمام كده؟ خليك في الجنب ده احسن. الصورة واضحة وحلوة. عشان تيجي طب ما انا عايز صورها بقى، بس اثبت مكانك انت صورها. خليك معانا وهي هتطلع هتلف ان شاء الله.
وهنا زي ما انتم شايفين عمال ارمي اعصار في الهواء عشان تحوم، ولكن بسبب لهفتها على الاكل فهي مش راضيه تحوم خالص، وبسبب برضو ان احنا يعني تاني مره ننزل وكده، ولكن مع الوقت ان شاء الله هتبدا تحوم وتظبط الدنيا يعني. ولا اي حاجه. طبعا الهواء مش احسن حاجه خالص، الهواء ممكن يكون صوت واضح لكن مفيش هواء، يعني ممكن يبقى عامل صوت في الكاميرا لكن للاسف درجه النهارده الحراره عاليه للاسف. ولا حاجه بس هي مش احسن حاجه لسه. دي الحته بتاعت النهارده اهي. سبحان الله، شافتها ازاي ما تعرفش. عارف ان في ناس ممكن تستغرب ازاي صوت الهواء شديد كده وانا بقول في الفيديو ان مفيش هواء شديد، ولكن والله فعلا الجو كان حر والشمس كانت شديده زي ما شايفين في الفيديو، فسرعه الرياح اصلا كانت بطيئه، احنا بس عشان واقفين فوق الجبل فالصوت عالي، لكن كهواء فعلي مفيش هواء شديد ان الطير يحوم. ده بالنسبه للستيب، طبعا الستيب من النوع اللي هو تقيل شويه وما بيحبش التحويم قوي، اما بالنسبه للامبريال فهو ما شاء الله عليه طير يعني ما بيحتاجش هواء اصلا عشان يحوم. فهنا اعصار مجرد ما الهواء بيبقى شديد هي ما شاء الله بتودي بتحوم جامد، ما بتبقاش عايز تنزل اصلا، مع لهفتها على الاكل ونزول وزنها فهي مش حابه ان هي تطير وتبعد، ولكن حابه ان هي تفضل موجوده عشان اي ما ندعي تطير على طول وتاخد الاكل، واعتقد ده واضح من استجابتها في الفيديو على الدعم. بس للاسف مفيش هواء يشجعها. مفيش فايدة فيها، مش راضية تحوم ومصممة تفضل قريبة عشان الأكل. اللي انت شايفه وهنا جاء دور مهدي ان هو يكمل تدريب مع اعصار. متديهاش حاجة، شافت ان مهدي خد الشنطة والدس فبتهجم عليه. لا كمل كمل. لا في حتتين. يا جماعة مهدي هينزل اخر دعوة، هينزل تحت خالص عند التروسيكل هناك وهيدعي اعصار وهنبرقعها ونمشي بقى، يبقى كده خلصنا التدريب. طبعا النهارده لسه الدنيا مش احسن حاجة، فلما الشتاء تدخل شوية والجو يبدأ يبرد هيبدأ التحويل.
والله يا جماعة مهدي ربنا يعينه تعب النهارده معايا جامد، طلوع للجبل وجري فوق الجبل ونزول الجبل جري. يعني بصوا حتى انتوا في اول الفيديو اصلا هتلاقوه كان عمال ينهج، فربنا يكون في عونه يعني. بس مصلحة يعني، هيعمل فورمة ان شاء الله بسبب الموضوع ده. ادعي ادعي. لما لقيت السكه بتأثر مش احسن حاجه، وبدل ما تروح لمهدي راحت الجنب التاني من الجبل، وبعدين عمال ينادي عليها ومش راضيه تروح له. فقررت ان انا انزل له تحت عشان اشوف هل اعصار شبعت فمش عايزه تنزل، ولا محتاجه ان انا اللي ادعيها. هات كده الدس يا جماعه، كده هدعيها انا لان هي استجابتها مع مهدي في الاخر ما كانتش حلوه، فانا هجرب كده اشوف الدنيا فيها ايه. هات انا. طبعا قربت لها المسافة لما لقيت استجابتها مش أحسن حاجة، وده دليل على إنها أكلت كتير لحد ما شبعت. البرع في الشنطة. استنى البرع في الشنطة. من عارف. بسم الله. كده يا شباب نكون خلصنا حلقة النهاردة، وإن شاء الله المرة الجاية يكون في هوا فنقدر إن احنا نحوم. احنا حاولنا النهاردة بقى على قد ما نقدر إنها تخليها تحوم، ولكن للأسف يعني ما كانش فيه هوا كويس. فبإذن الله الحلقة الجاية يكون في هوا جديد وتحوم بإذن الله، فدعواتكم. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك كومنت وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، والاهم من كل ده انك تصلي على النبي وتدعي لنا ولاخواتنا اللي بيضربوا بالبركه. وموسم خير على الجميع ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.